مرحبا بك ضيفي. قبل قليل هي حالة احتقان عبر عنها الشارع، وكانت قضية محسن فكري قطرة أفاضت الكأس. هل الأمر بهذا الشكل؟ مساء الخير. أولا أعتقد أن الضيف الذي كان قبل قليل هو غائب عن المغرب، خارج المغرب، لا أعرف، أظن أنه مر عليه منذ العام 2011، ربما لم يزر المغرب، لأنني رأيته يتكلم كما لو أننا في فبراير 2011 ولسنا في نوفمبر 2016. أولا المغاربة خرجوا إلى الشارع ضمن ما يسمى بعد حادثة الشهيد محسن فكري ضمن ما يسمى بالتضامن الاجتماعي، وهذه عادة وثقافة المغاربة في الأحزان وفي الأفراح. لم يرفع أحد أي مطلب إصلاحي متعلق لا بالنظام السياسي ولا بصلاحيات الملك ولا بشكل الحكومة ولا بالأحزاب السياسية. الناس خرجوا متضامنين بشكل صريح مع شخص تعرض إلى القتل بسبب عملية غير قانونية في طريقة إتلاف البضائع الغير الشرعية التي كانت بحوزته وبسبب خطأ ما، هذا في مسار القانوني. أما الناس الذين خرجوا فهم خرجوا بشكل واضح. حتى الأعلام الأمازيغية، سيد الكريم، في المغرب الثقافة الأمازيغية تحترم من الدستور إلى الملك إلى الوطن بأكمله. طيب لسنا إلى ذلك الموضوع، يعني هو ليس هو موضوع النقاش، لكن نحن الآن نتحدث سيدة رويدة في الاحتقان الاجتماعي. نعم أتحدث. نحن نتحدث في موضوع محسن. أنا أريد فقط أن أسألك، ونحن نشاهد على الشاشة الآن صور. ليس هناك أي نعرات واحتقان، ليس هناك أي نعرات واحتقان. أمهليني حتى أكمل السؤال. بل هناك تضامن اجتماعي، تضامن اجتماعي من المناطق الريفية إلى الحسيمة إلى المغرب كامل. نعم. إلى جانبك في الشاشة كانت هنالك صور فيها مطالبات من الشارع المغربي، فيها مطالبات بإقالة وزير الداخلية. ما جرى التحقيقات الآن؟ هل ساعد في امتصاص هذا التضامن الذي تسمينه التضامن بين قوسين، امتصاص هذا الحراك الموجود في الشارع المغربي، أم أنه غير قادر، هذه الإجراءات الحكومية غير قادرة على امتصاص هذا الحراك؟ أولا نحن في المغرب لدينا القضاء وهو الذي يفصل في الأمور. أما وزير الداخلية فمشكورا قام بزيارة العائلة بعد أقل من 24 ساعة على الحادث، وعلى لسان عائلة المرحوم ووالده بشكل خاص اعتبر أنه يثق في عدالة القضاء وأن الأمور وفقا لما طمأنه إليه وزير الداخلية تسري باتجاه إظهار الحقيقة. إذا أعتقد أن وزير الداخلية قام بواجبه، ولكنه لا يحكم في القضايا، هناك قضاء. واليوم المصلحة الوطنية الفرقة الوطنية التابعة للشرطة القضائية، وأيضا وكيل الملك أي ما يعرف بالنائب العام في بعض الدول العربية، قال في بيان رسمي أنه من يتم التحقيق معهم وهم جميع العديد من الموظفين، مندوب الصيد البحري، رئيس مصلحة الصيد البحري، الطبيب البيطري وكل المتورطين في إخراج شحنة الأسماك التي وصفت بأنها غير شرعية من الميناء وصولا إلى إتلافها بمحضر غير رسمي، أي لم يسلم نسخة رسمية منه. هذه هي المشكلة الرئيسية. المشكلة هي مشكلة فساد، وبالتالي هي فتحت العيون على مشاكل أخرى تتعلق بالفساد في الصيد، ولكنها ليست مشكلة وطن وإصلاح. المغاربة قبل أسابيع قليلة شاركوا في الانتخابات بشكل ديمقراطي، والأحزاب المغربية طيب سيدة رويدة، عندما تقولين هي فتحت العين على قضية فساد، لا يمكن أن يفهم أن الشارع أيضا يتحرك في اتجاه إيقاف هذا النوع من قضايا الفساد؟ نعم، في فتح العين عليها. واضح. نعم، في اتجاه ملف واضح، هو ملف الصيد البحري والمخالفات التي بسبب وجود هذه المخالفات أدت إلى مقتل المرحوم محسن فكري، وليس قتل عمد. ما تحرك في المغرب للأسف يحسب أنه أول مرة هاشتاج يأخذ على تويتر هذه النسبة، وهي يكون هاشتاج غير حقيقي وغير واقعة، وهو طحن أمه، أي اطحن أمه. لم يقل أحد، ليس هناك شاهد من الشعب وليس هناك شاهد من الشرطة التي كانت حاضرة لحظة الإتلاف في التحقيقات قال اطحن أمه. الشعب تحرك بشكل غريزي وبشكل تعاطفي بناء على أنه قيل له عبر مواقع إلكترونية أنه قيل أنه هناك مع الضحية، ولم يتحدث من رجال الشرطة بطحنه. الأمر لم يذكر في أي مكان. هذا الهاشتاج وهمي تخيله البعض وروجه، وأعتقد أن من روجه يجب أن يعتذر، حتى إذا كان المواطن نفسه روجه على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن المغاربة ليس من ثقافتهم هذه. هناك قتل غير متعمد، والتحقيقات تسير اليوم في الاتجاه السليم. وإذا كان ملك البلاد بنفسه أمر بالتحقيقات، والوزير الداخلية يتابعها بنفسه، والصحافة الأعين مفتوحة، والحسيمة منطقة مفتوحة على الجميع، والمظاهرات حصلت حتى وهي مظاهرات عفوية خرجت بدون تصريح، ولكن لا أحد اعترضها. ولكن أن يتم توظيف هذه الحادثة المتعلقة بملف فاسد، هل عندما تقع العمارات يوميا في القاهرة، أو عندما يتفجر الناس في بيروت، أو عندما تحدث المشاكل الأمنية في
في تونس هل نقول أن الشعب خرج ضد النظام بأكمله؟ لا نقول ذلك. لماذا كل مرة في حادث فردي في المغرب نطيح بالنظام بأكمله، خاصة من قبل أشخاص كضيفك السابق مع احترامي له يجلس في فرنسا ليحاضر؟ لا يا سيدي، المغرب لا يخاف من حالات فردية لموظفين رسميين. في النهاية هذه المخالفة صدرت عن مجموعة من أشخاص يعملون في الميناء أو المكلفين بإتلاف هذه العمليات. هؤلاء الأشخاص في النهاية هم أولاد الشعب، إذا كانوا فاسدين سيحاسبون، ولكن أن نقوم بإطلاق النار وإعدام النظام بأكمله في مصطلحات كبيرة، وأن ننسب للشعب سلمي يحمي مدنه اليوم ويتظاهر بشكل سلمي نصرة لأخيه الذي قتل بهذا الشكل بسبب خطأ في عملية الإتلاف أدى إلى الضغط على الزر التشغيل للشاحنة، فهذا غير مقبول. نحن جميعا كبشر قبل أن نكون محللين نريد العدالة لروح محسن فكري وعائلته. لا أظن أن يمكننا أن نشكك في حق الوالد في ابنه. هو نفسه يقول لا للفتنة، لا لإستغلال قضية موت مواطن. أتوسل إليك سيدة رويدة. نعم. أرجوك. نعم. احنا أصبحنا خارج وقت النشر المعتاد. أشكرك جزيل الشكر. كنت أتمنى يعني أن تتيحي لي الفرصة حتى أسألك، حتى نطرق نقاط أخرى. للأسف ضايقنا الوقت من الرباط. المحلل المختصة بالشأن المغربي رويدة مروة، شكرا جزيلا لك.